السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال. النهارده بقى هقول لكم في الفيديو دوت على الغسولات اللي انا استخدمتها كلها، ايه كان كويس معايا وايه ما كانش كويس، ايه هجيبه تاني. في حاجات خلصتها، وفي حاجات لسه بستخدمها. اول حاجة عايزة اقول لكم بريتالو دوت. انا كنت مش عارفة، كنت حاسة اني اول مرة اسمع عنه، مش عارفة. لكن انا مش هكرره تاني. انا كنت مصدقت ان هو خلص، وكنت بخلي كمان ولادي يستخدموا معايا فيه عشان يخلص يعني. فما عجبنيش خالص خالص خالص. هو سعره كان قليل جدا بس ما عجبنيش. انا كنت جايباه من فترة كده وخلص، وما صدقت ان هو خلص. تاني حاجة عايزة اقول لكم اللي هو البوبانا. عايزه اقول لكم بوبانا اللي هي الغسول دوت. الغسولات بتاعتها ولا هي واو حلوه، ولا هي وحشه. يعني انت ممكن تستخدميها عادي، وخاصه مثلا لو انت لسه صغيره مفيش مشاكل في بشرتك، مجرد ان انت بس عايزه تغسليها من الاتربه، من اوساخ في شوائب. يبقى اللي هو حاجات بوبانه هتبقى كويسه ليها. طبعا دوت كان بفيتامين سي. هو انا ما شمتش يعني 1% خالص فيتامين سي، ما حسيتش خالص ان موجود فيها فيتامين سي. لكن هو كغسول هو كويس. تمام. وانتوا اهوت شايفين انا مخلصاه، وعايزه اقول لكم ان حجمه قليل قوي، فتقدري تاخديه معاكي اي مكان. انت مسافره رايحه اي مكان تقدري تاخديه معاكي. اللي بعد كده واللي انا بستخدمه خلاص، هو تقريبا شبه انه خلص، اللي هو اتراكتا. عايزه اقول لكم من احلى واجمل الغسولات اللي انا استخدمتها اللي هو غسول اتراكتا ده. عايزه اقول لكم ان هو حلو جدا جدا جدا. قوامه هو تحسي ان هو مايل لجل شويه، خفيف قوي 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 على البشره. فمن الحاجات اللي هي عجبتني جدا. والمكونات بتاعته حلوه، دبل هيرولونيك اسيد. ف انصحكم ان انتوا تستخدموه وتجيبوه. اللي بعد كده طبعا لو احنا في الصيف بالذات، اكيد في ناس هتأيدني كتير في الرأي دوت، اللي احنا لازم حاجات تفتح بشرتنا. فمن الحاجات الكويسة جدا اللي هي لازم بتساعدنا على التفتيح اللي هو ستارفل وايتنينج. حلو جدا جدا الغسول دوت بتاعها. هو كان عرض على فكرة. اهو ده اللزق، ده مكان اللزق. العرض دوت اللي هو كان ستارفل الوايتنينج، التفتيح بتاع الغسول وكمان بتاع الكريم، والاتنين كانوا حلوين جدا جدا مع بعض. وفعلا شفت منه تفتيح مع الاستمرارية. هو ده اصلا خالص خالص ما فيهوش اي حاجة، فكان حلو جدا. وهرجع اكرره لان الفتره دي بقى محتاجه ان انا ادخل في الروتين بتاعي اللي هو تفتيح البشره. اللي بعده اللي هو كولاجرا. كولاجرا انا استخدمت منه حبة مش كتير، بس برضو عجبني، لقيت منه نتيجة كويسة. هو مكتوب عليه وايتنينج. انا ما شفتش في التفتيح قوي، يعني لسه ما حسيتش التفتيح. لكن مبدئيا هو كغسول كويس، لكن لما يخلص ممكن ابقى اديكم الانطباع الاخير عنه. طيب الغسول بقى في بعد كده اللي هو الغسول بتاع ايفا دوت اللي هو بتاع العسل. عايزه اقول لكم ده غسول ومقشر في نفس الوقت. ده برضو يعني هو بس الحبيبات بتاعته هي صغيره جدا، عايزه اوريها لكم. لكن يعني بصوا اهي، الحبيبات بتاعته صغيره جدا، لكن حساها خشنه قوي على البشره. فده طبعا انتي المفروض ان انتي طالما هو مقشر مش كل يوم هتستخدميه، بس هما كاتبين عادي ان انتي بتستخدميه. انا عايزه اشوف بتستخدميه عادي كل يوم، مش مكتوب. مش مكتوب ان انتي مثلا تستخدميه مرتين في الاسبوع بس او حاجه. هو كاتبين ان هو خالي من الصابون. عادي مكتوب خالص ان انتي بتدلكي البشره بيه وهو بيعمل كمقشر. هو مكتوب غسول ومقشر. انا بستخدمه بصراحه مرتين في الاسبوع او ممكن مره، اللي هو كمقشر، مش بستخدمه كغسول. يعني انت ممكن يكون لو انت عندك غسول يبقى وعايزه حاجه مقشر سعرها كويس وفي نفس الوقت هتقضي الغرض بتاع التقشير،
فممكن تجيبيه. لكن لو انت ما عندكيش غسول، ما انصحش ان انت تجيبيه. انصح ان انت تجيبي غسول مش غسول يكون في نفس الوقت مقشر، لان لو ما ينفعش ان انت تستخدمي كل يوم مقشر على بشرتك. وطبعا مش هننسى الاطفال، وعايزه اقول لكم ان انا بستخدمه معاهم. ده بقى اللي هو من سوبر كيدز. عايزه اقول لكم دوت ناتشورال، طبيعي طبيعي طبيعي. دوت بقى فوم. اوكي اهو، شايفينه حلو جدا جدا. يعني انا لقيتهم بيستخدموه جميل قوي معاهم، فعايزه اقول لكم ان انا استخدمته كذا مره معاهم، فعجبني جدا جدا جدا، فاكيد هكرره تاني ليهم وليا برضو. نيجي بقى اللي بعد كده. طبعا جرنيه، بس طبعا جرنيه مقاطعه، مش هتكلم عنه كتير. هو ما كانش اصلا حلو كمان، يعني انا ما انصحش بيه اصلا. ده كان فيتامين سي والليمون، ما عجبنيش اصلا خالص، وما شفتش منه اي نتيجه. ونيجي برضو للي بعد كده كمان فاتيكا، ودوت برضو خالص بس برضو ما حسيتهوش قوي. كنت حاسه ان هو ريحته ريحه صابون نفاذ قوي. هو دوت بالزعفران والكركم والصندل. انا مش عارفه فاتيكا مقاطعه ولا لا، بس تقريبا مقاطعه. بس كده كده انا مش هجيبه تاني، يعني هو قضى الغرض خلاص في وقتها، لكن انا مش هجيبه تاني. نيجي بقى للي بعد كده اللي هو فيه برضو من ايفا، لان انا جربت تقريبا كل غسولات ايفا. ده الغسول ده كان كويس جدا على فكره بنات. يعني انت لو لسه صغيره او لسه مبتدئه كده في الاهتمام ببشرتك والسكين كير وكده، ده هيبقى حلو جدا معاكي. سعره مناسب جدا، فيه فيتامينات كويسه، وده بخلاصه الجريب فروت والعرقسوس والترمس. حلو جدا. انا بستخدم حاليا المقشر بتاعه وشايفه منه نتيجه كويسه، عاجبني. فانت تقدري تجيبي كمان دوت. انصحك ان انت تجيبيه لو انت لسه صغيره كده ولسه مبتدئه، هاتيه. طب لو انت بقى عايزه فيها اعلى منه، يبقى تجيبي اللي هو برضو اللي هو بتاع ايفا، بس اللي هو بخلاصه اللؤلؤ الابيض. ده عايزه اقول لكم انت لما تغسلي وشك بيه، ده مناسب لجميع انواع البشره. ولما تغسلي وشك بيه فعلا فعلا بيعمل اناره، اللي هو عارفين بينور وشك، بس مش على طول. يعني بينور وشك مؤقتا، اول ما تطلعي كده من التويلت لا انت بتحسي ان انت عامله حاجه في وشك. فده انصحك بيه لو انت عايزه فئه اعلى من الحاجه اللي هو اللي انا وريتهولك ده. تمام. نيجي بقى للي هو اخر واحد، طبعا العشق بتاعي اللي هو بيزلاين، بس دوت عالي قوي. يعني ده الغسول دوت عامل تقريبا كان 500 وحاجه. بس عايزه اقول لكم خطير خطير يا بنات. هو باين من الازاز ان انا مخلصه حبه صغيرين مش كتير، بس عايزه اقول لكم هو بتستخدميه عادي انت كل يوم. انا مش بستخدمه كل يوم، انا بستخدمه يوم ويوم، لاني بستخدمه يعني اللي هو كاتب للبشره الدهنيه. انا بشرتي في الصيف بتعتبر دهنيه لان بشرتي مختلطه، فكاتبين ان هو في الصيف، يعني مش في الصيف، للبشره الدهنيه، ان انت تقدري تستخدميه كقناع، ان انت هتعمليه كماسك. فانت تفرديه، تاخدي كميه كده كويسه. هو عامل زي الكريم على فكره، انت بتاخدي منه كميه كويسه. انا عايزه اوريكم بس القوام بتاعه. شايفينه؟ انت بتاخدي منه كميه كويسه، وبعدين تحطيها تفرديها على بشرتك، وبعدين تغسليها. بس بتقعديه اللي هو ربع ساعه كانك انت حاطه ماسك. لكن لو انت بشرتك جافه او عاديه، عادي انت ممكن تستخدميه كل يوم كغسول وفي نفس الوقت سكراب. بس انا مش بستخدمه زي ما قلت لكم كل يوم، بستخدمه مثلا يوم ويوم او كل يومين. لكن باجي كده مره في الاسبوع اقوم مستخدماه اللي هو سكراب، احطه على بشرتي 15 دقيقه كده ولا حاجه، وبعدين اغسله. ودي بقى كانت خلاصة الغسولات كلها اللي انا استخدمتها. اتمنى ان انا اكون افدتكم، واتمنى ان الفيديو يعجبكم. وما تنسوش لو عجبكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وشير لكل اصحابكم.